بالصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم فرج على المسلمين يزيح كل الهرم يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين للمسلمين رب اسقنا غيثا نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الراحمين فرج على المسلمين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أعطاك رمدي جازل وكل فعلك جميل وفق عملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المؤمن واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب فاجد على المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب
واكشف لكل الكرب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
يا حبيبنا النبي شيء لله كل كربة تنجلي يا الله يا حبيبنا النبي شيء لله كل كربة تنجلي يا الله يا فقيه يا مقدم شيء لله يا محمد بن علي شيء لله يا حبيبنا النبي لا كل كربة تنجلي يا الله يا وجيه يا مكرم شيء لله عند مولاك العلي يا الله يا حبيبنا النبي شيء لله كل كربة تنجلي يا الله أنت وأولادك وصحبك شيء لله عندكم كم من ولي يا الله يا حبيبنا النبي كل كربة تنجلي يا الله نطلب السقاف غارة شيء لله ذاك ذي بحره مالي يا الله يا حبيبنا النبي شيء لله كل تربة تنجلي يا الله وابنه المحضار يحضر شيء لله والمهدر بو علي يا الله يا حبيبنا النبي شيء لله كل كربة تنجلي يا الله واطلق السقام غارة شيء لله كل كربة تنجلي يا الله يا حبيبنا النبي شيء لله كل كربة تنجلي يا الله يا آل علوي كلكم ساعدون يا أهلي يا الله يا حبيب نبي شيء لله كل كربة تنجلي يا الله وإن ذكرت العذر شيء لله كل كربة تنجلي يا الله يا حبيبنا النبي يا الله كل كربة تنجلي يا الله غاره يا عذروس هي لله في عجل تمهلي يا الله يا حبيبنا النبي شيء لله كل كربة تنجلي يا الله رمضي فرج كربنا يا الله واكفنا يا كافلي يا الله يا حبيبنا النبي يا الله كل كربة تنجلي لله واجعل إدار الصلاة يا الله دائما مستصلي لله يا حبيبنا النبي يا الله كل كربة تنجلي يا الله تبلغ الهاج البشير شيء لله النذير العادل يا الله يا حبيبنا النبي شيء لله كل كربة تنجلي يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.
Pahit kasih dah. Ya ada ini. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بغارة إلينا الآن يا همة سادة الأقطاب ما عدينا صدقي وسري يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله نادي المهاجر صافي الله ذاك ابن عيسى أبا سادات ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القدر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله
قافنا خارق العادات يا سيد الكامل العواب العيدر اصبد حار الكتري يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء إن الله إن المسيئين قد جاءوا للذنب يستغفرون الله. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. جاد سليمان بالوصال تكرما فسرى سرور إلى الفؤاد وخيما. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى يا حسن ما جادت به في وصلها أهلا بوصل فيه نلت المغنم. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. منن تسارعت العقول لنيلها وهبات فات لنا أورثتنا عن عما. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه سلم في جنة ما شاق لي من وصفها
إلا لكون الحب فيها خيما صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشا وتكتم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه. سلام دار حوت نعم الإله جميعها مذ حل فيها خير عبد قد سما صلوا على الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بالقبول والإقبال صلك الحال وأن الله يغفر الذنوب ويسر الكروب ويشر الكروب واستر عيوب. بارك لنا ولكم في كل حال وفي أهل والمال والإيال في لوالدينا ولكم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يتولنا بولايته ويحفظنا من شر تقصيرنا في حق نبي في حق أزواجنا وحقوق جميع المسلمين ويبارك لنا في أوقاتنا سنقولنا وإياكم ذي المعاصية إلى عز الطعام الحريض المطعم إلى كل حالة دنية كل حالة مرضية ويشفي أمراضنا ويسع أمراضنا ويترك عملنا مع لطف وعافية حسن سبقتنا وسن ختم لنا وعلى كل من هو حبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ حبشي أن الله نياتهم وعمل أخلاق أخلاقهم على كل حد النية كل الصلاة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سير أسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل
صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بهبل النبي توثاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأسفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء
السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء 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 السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع بالقيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وتوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أكداره القسمة. صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقرأه بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن أنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلده بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق علم من قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود خلقي النور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
فمن فاجته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدى إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان تصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظل المهد الجاهلي للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما عساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات واجمعها وأزكى التحية وأوسع موادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتسن بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشر بأسري بودنه وحبه ما عتر الأكوان بنشف ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت حمة الراكم لهذه الحروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تبي بمشر مئشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا
فأنا تغرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حثني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعي التشوق إلى السماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع، ويدر الله عني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله يا الله 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 يا الله، والصلاة على أحمد اللواء والوسيلة. الله الله يا الله 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 يا الله، والصلاة على أحمد اللواء والوسيلة. انفتح باب جود الله من غير حيلة، ماهل منه بها الخاطر شاف الله حليله. الله الله يا الله 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 يا الله، والصلاة على حماز اللواء والوسيلة. نحمد الله ذي عتوة جزيلة، في محبته عيشنا بالذنون الجميلة. الله الله يا الله 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 يا الله، والصلاة على همز اللواء والوسيلة. دركاس الرضا سقيه من سلسبيله، في ليالي صفان يا ليت أمس طويلة. الله الله يا الله 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 يا الله، والصلاة على حماز اللواء والوسيلة. طابت أرواحنا لما رأينا المخيلة، رعدها منبسط في الجو تسمع زجيلة. الله الله يا الله 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 يا الله، والصلاة على حماز اللواء والوسيلة. الله يا مولاي يا مجيب استجب وهي القلوب العليلة. الله يا مولاي وحينا في التقى نسلك مع أحمد سبيله. الله يا مولاي الله الله يا الله 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 يا الله الله يا مولاي، والصلاة على أحمد اللواء والوسيلة. الله يا مولاي يا مجيب استجب وهي القلوب بالعليلة. الله يا مولاي وحينا في التقى نسلك مع أحمد سبيله. الله يا مولاي الله الله يا الله 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 يا الله الله يا مولاي، والصلاة على حماز اللواء والوسيلة. الله يا مولاي خير داعي إلى التقوى بفعل
له وقيله الله يا مولاي أشرف المرسلين المصطفى ذي الوسيلة الله يا مولاي الله الله يا الله الله يا الله الله يا مولاي والصلاة على حماز اللواء والوسيلة الله يا مولاي لمباني في العليا عريضة طويلة الله يا مولاي عبد ما قد تلحق في البنيه مثيله الله يا مولاي الله الله يا الله الله يا الله الله يا مولاي والصلاة على حماز اللواء والوسيلة الله يا مولاي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن تثبت ما بلغ إلينا بشأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا بالأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله ونور مودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برد في العالم ومنه تفرع وجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلقي وآخرهم في البعث. وقد تعدت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأطرافه مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد علم القديم إلا من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها ودمت واشوها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له صغرا ولا تشكو منه علما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيض الفضل وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم
على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ومنذ وسلم. ولقت به هذه الدرة المكنونة والجهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراك هذا الصراط والعيون متشوفة إلى بروج متسوقة إلى اتقاط الجواهر كنوز صلى الله عليه. وكل دابة لقريش ينتقد بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بإثر الفرح بملاقة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والزهور. فأثر الله في الوجود بجد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدنا نرتجي منك شفاء عند رب العالمين. يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدنا نرتجي منك شفاء عند رب العالمين. يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد. يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدنا نرتجي منك شفاء عند رب العالمين. واهدنا نهج السبيل كي به نسعد ونرشد. رب بلغنا بجاهي في جواري غير مقعد. يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدنا نرتجي منك شفاء عند رب العالمين. وصلاة الله تغشى شرف رسل محمد وسلام مستمر
كل حين يتجدد يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدينا نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا رسول الله لزيارة قاصدينا نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تسج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود، فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مزينا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرج. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس والسرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا هلال مثاني فهزروا اليوم نغرد واستدعوا بجبال فغفل حسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك كان البشرى بساعدين مستمر ليس ينفاد حيث أتينا عطاء جمع البحر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل أن يحصر العد الله اذهب نبي وجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي رسول الله أهلا بك النبي كان سعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل لما صار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكره علينا ما دعا لله دا واهدنا نهج سبيله كي به نسعد
أمجاد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا صلاة الله تغشى الشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل غد يتجدد يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يقول الحاشمي حامد طلبنا الله عطا زايد بمن قد قربوا مولاه شفاعه يا رسول الله حبيبي المصطفى ذخري وهو كنزي وهو فخري مخلد في الحشامة وشفاعه يا رسول الله يظنوني أحب ليلى وحبي قد ما يحلى إلا في النبي محلى شفاعه يا رسول الله إمام الرسل هادينا ومن غيره يناجينا شفيع الخلق عند الله شفاعه يا رسول الله بذكره يحصل المطلب ويصفو العيش والمشرب لأنه خير خلق الله شفاعه يا رسول الله محمد صفوة الأمة محمد كاشف الغمة محمد ربنا أعطى شفاعه يا رسول الله ويوم الحشر ما بيفزع معي طه النبي يشفع حبيب الله عظيم الجاه شفاعه يا رسول الله وحشا ربي يحرمنا بطه واللي في الغنى وهيلي أولياء الله شفاعه يا رسول الله إلى
النبي ننظر وفي المحشر معه نحشر ونسعد كلنا برؤيا شفاعة يا رسول الله. عليه صلوا مدى الأوقات محمد سيد السادة واله وسعين الجاه شفاعة يا رسول الله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برد صلى الله عليه وسلم من بدن أمه برد رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالهرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مهدونا مكهولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأجأته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم بارك عليه. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية
التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشعنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر الحبائب والآباء والأساتذة والحاضرين رحمني ورحمكم الله الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menghadiri daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang alhamdulillah pada malam hari ini malam yang ke-33 daripada rangkaian majlis Maulid Arba'in kita berada di rumah salah satu wali min auliyaillah yakni di rumah Sayyidil Habib Ali bin Salim Al-Madihij. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan daripada Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihij. Tidaklah kita keluar daripada tempat ini melainkan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mendengarkan daripada manaqib dan juga maitul hasanah, kami akan mengumumkan peringatan Maulid pada malam-malam berikutnya yang tinggal beberapa hari atau lebih kurang tinggal 7 hari lagi. Untuk malam besok, malam Jumat, malam yang ke-34, peringatan Maulid akan diadakan di Majelis Darul Mustafa atau bertempat di Markas BG di Jalan Ali Gatmir 10 Ilir. Untuk malam berikutnya malam Sabtu malam yang ke-35 peringatan Maulid akan diadakan di Majelis Ta'lim Syababul Mustafa bertempat di Jalan Ali Gatmir 13 Ilir atau di dekat di jembatan 13 Ilir, jembatan Karangkuang. Ya jadi dam jadi
Allah ala Muhammad. Malam Ahad, malam ke-36 peringatan Maulid akan diadakan di rumah Sayyidil Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab di Sungai Kangkang di 14 Ulu di depan jembatan Musim 4. Masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan mendengarkan daripada dua penceramah atau Maqtul Hasanah. Yang pertama akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mahmud Badaruddin dan yang kedua akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Hadi bin Idrus bin Syahab. Namun karena bin Syahab ini Al-Ustaz Hadi Ana bin Syahab sebabnya Hadi bin Idrus Al-Kab. Namun sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu manaqib daripada Sayyidil Habib Ali bin Salim Al-Madhid yang akan disampaikan oleh akhina fillah Sayyid Daniel bin Abdullah bin Syahab. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad wa dzikru shalah ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi dzikri awliyaihi wa sulahaihi tatanazzalu rahmat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa afdalil bariyat wa ala alihi wa sahbihi anjumuz zahirat. Amma ba'du, al-mukarram al-muhtaram, para habaib, para asatiz dan para siban yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususan pada guru kita Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab dan guru kita juga Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi dan guru kita juga Al-Habib Ali bin Ahmad Bahsin dan begitu juga orang tua kita Al-Habib Ali bin Abdullah Al-bin Hamid. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga mereka di naungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada mereka kesehatan sehingga kita bisa terus mendapatkan daripada keberkahan-keberkahan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa ma kuntu fi hadzal makan illa imtisal amr min sahibil bait. Wa bidzalika banagra nubdha min manaqib sahibul haul al-arif billah al-habib Ali bin Salim al-Madhid. Al-Habib Ali bin Salim al-Madhid dilahirkan di kota Palembang pada tanggal 31 Desember 1930 Masehi atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1349 Hijriah. Sejak kecil beliau diasuh oleh ayahnya yang mulia Al-Habib Salim bin Syekh bin Agil Al-Madhid. Ibu beliau yang bernama Syarifah Aluyah binti Ahmad Al-Kab. Nasab beliau yang mulia, nasab beliau yaitu Al-Habib Ali bin Salim bin Syekh bin Agil bin Abdullah bin Agil bin Alwi bin Abdullah bin Salim bin Husain bin Alwi bin Agil bin Abdullah bin Agil bin Syekh bin Ali bin Abdullah Al-Madhid bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad. Kemudian Al-Habib Abdullah Ba'alawi bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Al-Mirbad bin Ali Al-Halaqasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Nagib bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan beliau dalam menuntut ilmu di samping banyak mendapatkan bekal pelajaran ilmu, akhlak serta adab dari orang tua, kedua orang tuanya Al-Habib Ali bin Salim pun banyak mendapatkan ilmu dan ilbas dari guru-gurunya. Selagi muda beliau banyak mendapatkan bimbingan dari Al-Kutub Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Gab dan juga Al-Habib Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Beliau yang mulia tak pernah membuang kesempatan untuk mengambil manfaat dari orang-orang besar di sekitar beliau. Al-Habib Ali juga pernah belajar kepada Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Husain bin Syahab dan Al-Allama Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun orang-orang yang dekat dengan beliau yaitu Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Hamad
bin Ahmad bin Syahab dan Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsi atau yang dikenal Ustaz Makci. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Utsman Al-Madihid dan Al-Habib Husain Ba'bud. Juga masih banyak lagi yang lainnya. Keteladanan beliau Al-Habib Ali bin Salim merupakan sosok yang perlu diteladani. Beliau berjalan mengikuti salafnya yang terdahulu. Beliau terkenal sangat tawaduk dan rendah hati. Beliau menyayangi anak-anak kecil dan selalu memberi motivasi kepada pemuda untuk sedapatnya menjalankan dakwah Islami secara estafet dan lebih banyak lagi. Saat usia tua pun beliau selalu menghadiri majlis-majlis ta'lim walau sangat jauh dari tempat tinggal beliau. Akhlak dan keistimewaan beliau Al-Habib Ali memiliki hal yang tinggi dan agung. Namun semua itu dapat ia tutupi dengan sikap tawaduk beliau. Pernah suatu hari Al-Habib Ali berziarah ke makam Al-Habib Al-Qutub Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Namun sebelum itu beliau terlebih dahulu ziarah kepada Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin yang merupakan guru beliau. Padahal semasa hidupnya Al-Habib Alwi pernah berpesan agar ia wafat hendaklah kalau ia ziarah harus mendahulukan daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Karena beliau terlupa saat itu Al-Habib Ali mendahulukan Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Al-Habib Ali bin Salim pun mengatakan bahwa pada saat itu beliau langsung secara yaqadatan ia diingatkan oleh Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin karena ia telah lupa untuk mendahulukan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Karena sikap tawaduknya Al-Habib Ali dapat menutupi daripada kewalian beliau. Hingga datanglah Al-Arif Billah Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri ke kediaman beliau. Banyaknya tamu yang hadir saat itu hingga tak muat untuk menampung semua tamu ke dalam rumah beliau yang mulia. Pada sambutannya Al-Habib Salim menyatakan bahwa beruntunglah orang yang dapat berjumpa dengan Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid. Karena sesungguhnya beliau adalah seorang wali Allah di kota Palembang ini yang tidak ada keraguan atas kewaliannya. Semasa hidupnya Al-Habib Ali bin Salim memiliki suatu sir ataupun tanda yang berbentuk nur, cahaya. Hal itu sungguh menjadi pertanyaan baginya yang tak terjawab. Banyak para habaib diharapkan dapat memberi jawaban pada beliau. Hingga datang sakit pada Habib Ali bin Salim Al-Madihid yang menyebabkan beliau tidak bisa lagi keluar dari rumahnya. Tak lama setelah kunjungan, Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, seorang murid beliau, menyampaikan kabar gembira bahwa ia ru'yah ataupun bermimpi bertemu dengan Al-Habib Salim Asy-Syatiri yang meminta supaya menyampaikan kepada Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid tentang hakikat sir tersebut adalah jawabannya pada surah An-Nur. Dengan itu beliau gembira. Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid kemudian menyatakan haqqun hadza ru'ya. Wafatnya beliau Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid berpulang ke rahmatullah pada tanggal 8 Zulhijjah 1423 Hijriah atau yang bertepatan dengan 10 Februari 2003 Masehi. Dan beliau dimakamkan di pemakaman Habaib Telaga Swida 1410 Palembang. Demikianlah managib ini kami susun. Semoga dengan managib yang singkat ini dapat bagi kita untuk meladani dan motivasi yang kuat guna meneruskan apa-apa yang telah beliau lakukan, yang dilakukan oleh para salaf dan leluhur kita. Mungkin dalam penulisan managib ini pun telah banyak kesalahan-kesalahan yang kiranya dapat diberitahukan kepada kami selaku keluarga daripada Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid. Lebih kurang kami mohon maaf dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita. Rabbana anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, yang kami muliakan dan kami hormati para habaib, para sesepuh, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Ali bin Abdullah Al-bin Hamid, dan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, juga guru kita Al-Habib Sukri bin Ali bin Syahab, dan juga kepada para habaib dan asatidz yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum sekalian, dan juga para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kalimat yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga pada malam hari yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul di salah satu kediaman daripada wali min auliyaillah, yaitu kita berkumpul di rumah Al-Habib Ali bin Salim Al-Madhij, yang kita yakini bahwasanya tidaklah kita berkumpul daripada rumah wali kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat kepada kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan kepada kita, dan kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dengan salawat yang kita haturkan dari lisan kita akan mendapatkan sebuah kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendapatkan syafaatnya kelak di padang mahsyar, yang dengan syafaat tersebut kita akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di padang mahsyar, dan kita berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin dari tanggal 1 sampai malam ini hari, para ustadz-ustadz kita telah menceramahkan daripada sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini Al-Fakir akan mencoba mewasiati kepada diri Fakir sendiri dan pada hari sekalian, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis kita juga mencintai daripada orang yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di zaman sekarang ini, zaman yang penuh aneh, ada orang-orang yang mereka mengaku cinta kepada Nabi, mengaku rindu kepada Nabi, tapi mereka memusuhi, bahkan membenci, naudzubillah, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dikatakan agak kurang, ya, kalau bahasa Palembang itu agak miring sedikit. Contohnya apa? Kita ngaku cinta Nabi Muhammad, aku kangen, cinta, sayang sama Nabi Muhammad, tapi keturunan yang dicintai oleh Nabi Muhammad kita tidak cintai. Ini kan kalau kita ngomong aneh, ya, ngaku cinta sama kakek tapi cucung tidak dicintai. Ya, bahasa kasarnya itu kalau kamu datang ke rumah, ya, kita ngada ke maulid, pengen ketemu Nabi, ya, tapi di dalam hati kita ada benci sama cucungnya, datang tidak bakal kakeknya, tidak bakalan datang. Ini yang terjadi zaman sekarang, yang serba fitnah, ya, na'udzubillah. Tapi alhamdulillah kita di dalam kota Palembang ini, yang kita ketahui bahwasanya kota Palembang ini adalah kota para habaib. Insya Allah tidak kati sifat-sifat yang macam ini, dijauhi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta, ya Allah, kita cinta sama Nabi, kita juga cinta sama keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mendapatkan sebuah perhatian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, arba'atun anna lahum syafi'un yaumal qiyamah, al mukarram li zuriyati wal qadi lahum hawaijahum wa sa'ilahum fi umurihim indal tarra wal mahabba lahum bi qalbihi wa bil lisani. Yang artinya 4 perkara yang akan aku berikan bagi mereka syafaat di padang mahsyar atau syafaat di hari kiamat. Ada 4 golongan. Yang pertama, al mukarram li zuriyati, memuliakan keturunanku, kata Rasulullah. Ya, jangan kita ngaku cinta Nabi tapi kita tidak pernah muliakan keturunan Nabi. Ya, muliakan dengan segenap jiwa kita, semampu kita. Ya, ketemu daripada habaib yang punya ilmu, kita bantu mereka dengan segenap hati kita. Ya, mampu untuk mengorbankan jiwa raga kita untuk membantu dakwah mereka, kita bantu. Itu bentuk memuliakan zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, memenuhi hajat-hajat mereka. Ya, di sini bukannya yang ngomong ini udah jalankan, tapi berusaha memotivasi diri kita sendiri untuk berusaha bisa menjalankan hadis Nabi ini. Ya. Yang ketiga apa? Waktu sa'ilahum fi umuri indahum, membantu daripada perkara-perkara mereka jikalau mereka lagi kesusahan. Dan yang keempat adalah mencintai daripada hati kita dan lisan kita. Jangan cuma ngomong, ya, pintar ngomong cinta keturunan Rasul tapi hati benci sama keturunan Rasul. Ma'asyiral hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kalau kita mau membuka daripada keutamaan-keutamaan mencintai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan aku bukakan adalah salah satu cerita daripada seorang kiai besar yang bernama Kiai Hasan Genggong. Beliau ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan karomah bisa mencium bau badan daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan ketika ada seorang kiai mau datang ke pondok daripada pesantren Kiai Hasan Genggong, nyatanya yang menyupir daripada kiai ini adalah seorang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kiai itu datang bersama sopir ini, dari jarak berapa jauh sudah tercium bau daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kiai itu datang, beliau langsung mencari bau daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ketemu dengan sopir ini dan beliau mengetahui bahwasanya yang sopir ini adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah hebatnya orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan karena sebab mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi sebuah cerita yang mana cerita ini bisa juga menjadikan motivasi untuk kita untuk membantu zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah cerita daripada seorang syarifah yang dibantu oleh seorang yang bukan beragama Islam, namun dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, seorang yang bukan beragama Islam tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dengan membantu daripada syarifah ini. Ya. Jadi diceritakan bahwasanya ketika itu ada seorang yang beragama Islam dipintai pertolongan, namun dia selalu menunda-nunda hingga akhirnya cerita singkatnya
Dengan dia menunda-nunda, datanglah seorang perempuan Syarifah tersebut ke rumahnya seorang yang bukan beragama Islam dan meminta tolong. Dibantulah daripada Syarifah tersebut, sehingga di malam tersebut seorang yang belum beragama Islam itu bermimpi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah istana yang di dalamnya belum tertulis namanya karena dia belum beragama Islam. Namun ketika setelah selesai itu bermimpi, dia bangun dan dia bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang sering membantu atau mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menutup daripada ceramah yang singkat ini, Fakir akan membacakan salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ini hadis untuk kita sampai akhir zaman selalu berpegang kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu inni taraktu fikum ma in takhastum bihin lan tadilu abada. Kitab Allah wa itsrati ahli baiti. Wahai manusia, kata Rasulullah, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jikalau kalian memegangnya, kalian tidak akan sesat selamanya. Yang pertama kitab Allah, dan yang kedua adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ahli bait. Melalui hadis ini, marilah kita selalu berusaha dengan semaksimal mungkin tanamkan di dalam hati kita sama-sama untuk selalu mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu berpegang teguh kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta yang sangat besar kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan berkumpul bersama para habaib yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, insyaallah bermanfaat kepada diri Fakir sendiri dan kepada hadirin sekalian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رحيم نسألك اللهم أن تصلي وتسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد أهل الوجود، الواسطة في إنعامك على كل موجود، الذي أكرمته بالمقام المحمود، وعلى آله وصحبه السالكين سبيله إلى يوم الموعود، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رحيم يا ودود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وسدد لساني واهدي قلبي بحق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والآل. ربي زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا ومحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر الإخوان والحاضرين والمستمعين الميامين، para tetamunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus
yang kita muliakan para habaib, para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatidz, para masyayikh, para ulama, mudah-mudahan Allah jaga mereka semua insyaallah, amin. Allahumma amin. Dan lebih khusus lagi kepada syibanuna, kepada orang tua kita Al-Habib Ali bin Abdullah Al-bin Hamid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan langkah kakinya di dalam membimbing kita insyaallah, amin. Allahumma amin. Dan para habaib lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan daripada hajat-hajatnya insyaallah, dikabulkan daripada segala kemauannya insyaallah, segala sesuatu yang diangan-angankannya daripada membimbing umat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan insyaallah, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan hak yang semua yang hadir di sini, para tetamunya Rasulullah, tidak rugi kita datang di sini. Mudah-mudahan dengan kita menggerakkan kaki kita untuk datang di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang tertinggi, yaitu bisa berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Allahumma amin. Ma'asyiral ikhwan wal hadirin wal mustami'in al mayamin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita luar biasa, begitu banyak, begitu hebat. Akan tetapi bisakah kita termasuk daripada hamba Allah yang bersyukur? Nikmat Allah luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita mau hitung nikmat Allah, tidak mungkin kita bisa hitung. Akan tetapi apakah kita pantas termasuk daripada yang menikmati daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita? Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang bersyukur insyaallah, amin. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita berjalan di atas muka bumi ini dengan kenikmatan yang begitu luar biasa. Alhamdulillah, pertama Allah berikan kepada kita dengan nikmat iman. Kita menjadi seorang mukmin dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita seorang muslim. Alhamdulillah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala lebih baik lagi kita dijadikan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Rasulillah. Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita mudah-mudahan mendapatkan daripada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat luar biasa. Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, qad ja'akum nurun minallah wa kitabun mubin. Sungguh kata Allah, telah datang kepada kalian nurun, yaitu siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabun mubin. Dan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berjalan menapa di atas muka bumi ini, berjalan di atas nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita wafat di atas nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kita masuk ke liang kubur, masuk ke dalam kuburan, kita mengharapkan daripada nurnya Rasulullah, cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat kita melewati Shiratal Mustaqim, kita mengharapkan nurnya Rasulullah, cahaya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Rasulillah. Hadirin mustami'in al-mayamin rahimani wa rahimakumullah. Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri mengatakan, "Idza dakhala hadha an-nur fil qalb, thabata al-iman fi qalbihi." Jika nur, cahaya ini telah masuk, telah mantap di dalam hati seorang mukmin, maka imannya akan tetap, imannya akan mantap dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang dikatakan oleh Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan daiman la yubashiru ba'daha. Allahumma inni as'aluka imanan, Allahumma inni as'aluka imanan sadikan laisa ba'dahu kufrun. Kata Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, aku minta akan suatu iman yang betul-betul, yang mana iman ini betul-betul tidak ada setelah iman ini kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadirin, lihat mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah takut dengan
dengan keimanan yang bisa kafir di dalam akhir hayatnya. Bagaimana kita orang yang bahkan tidak mengenal Allah, bahkan kita banyak meninggalkan salat, bahkan kita banyak meninggalkan daripada yang diharam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah takut, Rasulullah berlindung daripada iman yang di akhir hayat, daripada iman tersebut yang mungkin hanya sejengkal, ma bainahu illa dhira', mungkin hanya sejengkal lagi kita masuk surga. Fasabaqa alaihil kitab, ternyata catatan kita berbeda. Ternyata kita termasuk daripada orang yang syagi, termasuk daripada orang yang celaka. Mudah-mudahan juga kita dengan nurnya Rasulullah, dengan perkumpulan mengingat baginda Nabi Muhammad SAW, kita termasuk daripada orang suada, orang yang beruntung dunia sampai akhirat insyaallah. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah, yaghfir lakum dzunubakum, wallahu ghafurur rahim." Allah katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sehendaknya, maka seyogyanya kita ini mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa intisarinya? Allah mencintai kita luar biasa. Bihi wa'adal ghufran ba'dal mahabbati, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Allah janjikan ampunan setelah kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita cinta kepada Nabi Muhammad dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Alawi bin Syahab mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, yaitu mutaba'atun nabi, yaitu mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti baginda Nabi Muhammad. Kalau kita membalas akan jasanya Nabi Muhammad, tidak mungkin kita bisa membalas jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, fa innaka la tajzi nabiyaka ya fata walau ji'tahu qasdan 'ala al-aini sa'iri. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, wahai pemuda, sesungguhnya kalian tidak mungkin bisa membalas jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita berjalan menuju baginda Nabi Muhammad menggunakan kelopak mata kita, tidak mungkin kita bisa membalas jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal ikhwan wal mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, tidak berpanjang lebar di sini, kita mengikuti baginda Nabi Muhammad, sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita ini tergolong daripada orang yang muhsin, yang Allah katakan inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsin. Tahu apa tidak siapa yang dikatakan oleh muhsin? Muhsin itu adalah orang yang sama sekali tidak pernah meninggalkan sholat waktu berjamaah. Orang yang selalu meninggal, orang yang tidak pernah, orang yang selalu mendawamkan dirinya sholat berjamaah di masjid. Inilah adalah orang yang muhsin. Mudah-mudahan kita dapat daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Termasuk kata Habib Ali Al-Habsyi yang membanggakan daripada hatiku, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang barusan kita baca akan maulidnya, Maulid Simtudurar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang beliau katakan termasuk yang membanggakan hati Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini terlebih khusus kepada ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luzumukum, akan senantiasa kita ini ala tariqati abai wa ahli wa ajdadi, terus di tariqah para leluhur kita, terus di para tariqah jalannya oleh orang-orang yang telah mendahului kita, seperti daripada Al-Imam Al-Habib Ali bin Salim bin Syekh Al-Madihid, yang mana beliau selalu berjalan di jalannya para jalan leluhurnya. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, wa humul qaumul ladzina hudu, mereka adalah qaum yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana hidayah idza halatil hidayati qalban nashatatil a'dha' nashatatil ibadatil a'dha'. Jika hidayah sudah menusuk memantap ke dalam hati, maka akan semakin
semangat di dalam ibadah anggota tubuh kita. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, fahumul qaumul kata al-habib al-habsyi wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi fahumus salaful qaumul salafin alladzina, dan mereka adalah salaf yang mereka yakfunan nabiyil mustafa al-hadi, yang mereka terhenti daripada ajaran mereka, yang terhenti daripada pendidikan mereka sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya a'malun, ajaran mereka yaitu amalan-amalan khalat an syawaibi, yang kosong daripada ribet di dalamnya, yang di situ bersih daripada sifat riya, yang di situ bersih daripada sifat sombong, yang di situ bersih daripada sifat yang tidak mungkin diterima oleh Allah karena sifat tersebut. Inilah amalan yang diamalkan oleh para aslafun al-alawiyun, para leluhur kita aslafun al-alawiyun, yaitu amalan yang bersih daripada kotoran, amalan yang bersih daripada ribet-ribet, yang di situ terdapat sombong, yang di situ terdapat dengki, yang di situ terdapat daripada ujub, pengen dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian wa ilmun wa akhlaqun, kemudian yang kedua adalah ilmu. Jadi thariqah, jalan daripada para leluhur kita, para habaib, adalah ilmu, yang mana jangan kita lihat orang seperti Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid kita lihat spontan jadi para wali. Tidak, dia menjadi wali tidak spontan, tetapi didasari dengan ilmu. Kata Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri mengatakan, "Idza aradtum an yafraha quluban Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alihi bi talabil ilmi wa bil ilmi." Kata Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, kalau kita kepengen Nabi Muhammad bangga dengan kita, maka sehendaknya, seyogyanya kita menuntut ilmu dan menyibukkan diri kita dengan ilmu. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian wa akhlaqun, dan yang terakhir yaitu akhlak. Alawin, para habaib, para sesepuh kita, leluhur kita, mereka dipenuhi dengan akhlak yang begitu mulia, yang mana akhlak sangat dipentingkan oleh leluhur kita para habaib. Karena akhlak, la khaira fi rajulin yamshi bila adabi walau kana yamshi alal yaquti wadh-dhahabi. Tidak ada baiknya bagi seseorang yang berjalan di atas muka bumi ini, walaupun dia berjalan di atas batu yakut, walaupun dia berjalan di atas emas sekalipun, tetapi dia berjalan dengan tanpa adab. Tidak ada baiknya. Sebuah syair mengatakan, wa mal husnu fi wajhil fata syarafun lahu idza lam yakun fi fi'lihi wal khalaiqi. Orang yang ganteng, orang yang bagus tampan wajahnya, tetapi tidak memiliki akhlak, maka tidak ada bagusnya di dalam pekerjaannya, maka tidak ada bagusnya bagi dirinya. Kebalikan, wa mal qubhu fi wajhil fata khissatun lahu idza lam yakun fi fi'lihi wal khalaiqi. Jika ada orang yang wajahnya maaf, kurang bagus, kurang tampan, akan tetapi memiliki perangai, memiliki tingkah laku yang luar biasa, sangat beradab kepada orang-orang yang lebih tua darinya, maka orang ini termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, terakhir, daripada maulid ini adalah tempat yang paling tepat kita untuk taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam surah An-Nisa, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Orang yang taubat itu bagi orang yang melakukan kejelekan dengan apa? Dengan bodoh. Kita ini bodoh, ikhwani. Kita ini sungguh luar biasa. Bodoh kita melakukan maksiat, kata Allah, bijahalatin, dengan kebodohan. Summa yatubuna min qarib. Kemudian mereka taubat, langsung taubat di waktu yang tepat. Fa ulaika yatubullah alaihim. Alhamdulillah, Allah ampunkan daripada dosa-dosa mereka. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah tawwab, Allah Maha Pengampun Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Ya Tawwab, tub alaina irhamna wanzur ilaina. Jangan sampai kita tunda-tunda taubat. Sampai-sampai kalau sudah nyawa kita di dalam, sudah nyampe di tenggorokan, kita mau taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at
Tidak ada taubat bagi orang yang melakukan kejelekan. Hatta idza hadara ahaduhumul maut, pas sudah datang kematian, sudah nyampe nyawanya di tenggorokan baru pengen taubat, tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walalladzina yamutuna wa hum kufar, terlebih orang yang meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah wal iyadzu billah. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala ampunkan daripada dosa-dosa kita dengan keberkahan daripada wali Allah Habib Ali bin Salim Al-Madihin, yang mana jika kita perbanyak daripada menyebut para wali Allah, atalallahu umrana, Allah panjangkan daripada umur-umur kita. Kenapa? Fa innahum yad'u lana bituli a'mar man yadhkuruhum, karena mereka wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu mendoakan kepada kita dengan panjang umur bagi orang yang menyebut daripada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah tutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah ma'atul umur fi sihhatin wa afiyah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walamma nadama al-fikru min dararjil awsafil muhammadiyati uquda, tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sa'yi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda, وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا بأن تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا، آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره، وعم ببركاته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا
وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات. وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا. وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة القبول بحق وبجاه سيد الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بنا بخير أنام وبأم المؤمنين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين ولما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة بن الشفاء بن قلدا ورحمة الله سيقى مصير من أوصانا بن الشفاء خيرية بنت زين العارفين وإيدا إرميليانا بنت رملي أكيل وشريفة قمر بنت علي بركبة. يا الله اشفيهم شفاء عاجلا شفاء لقد مساقما ولا علامة ولا حدين يبقى صلاة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل بحق الفاتحة. آمين. سر الفاتحة بحق فاطمة وأبيها وأمها وبنيها. آمين. فتحنا باب الخير وجعلنا محسن الخير فينا فكر الخير يوم نفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه. آمين. فقل اللهم الخير وإنا عليه. اللهم اشفي مرضانا اشفيهم شفاء نجنا اشفى نقرسكم على ألم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kabul. Jatuhi buat halaqah, satu halaqah 4 orang. Kami umumkan sekali lagi bahwasanya peringatan Maulid untuk malam besok bertempat di Majelis Ta'lim Darul Mustafa atau di Markas BG di Jalan Ali Gadmir, Kelurahan Sepuluh Ilir, Sungai Buntu.